بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة انا جايبة زيتون كلاماتا اهو. دون يا جماعة جبته كيلو ب10 جنيه. اما لقيته حلو كده جبت ايه 2 كيلو كده وقلت اخللهم. دون بيتخلل يا حبايب قلبي بالمية وملح وزيت، بس ما بيتخللش اكتر من كده، ميه وملح وزيت. هنسمي الله كده. وانا جايبه ازايز اهو، اخلله في الازايز وهعبي كده ان شاء الله واقول بسم الله. اهو يا حبايبي انا بعبي الزيتون اهو. الزيتون ده يا جماعه لما بيستوي بيبقى طعمه جميل قوي، وعامل عارفين زي ما تكوني جايبه لب وبتعزعزيه كده، طعمه بيبقى جميل كده وحلو. جيبوا منه وجربوه كده هيعجبكم قوي، وهو رخيص يعني مش غالي، نجيبه كيلو ب10 جنيه ما شاء الله اهو. بصوا يا جماعه انا عامله الازايز كده ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده، واوريها لكم اهو يا جماعه. انا مليت الازايز اهو، بصوا ما شاء الله عليها اهو، وهي مليتهم الزيتون اهو ما شاء الله. وهبدا اللي انا اخلله. انا معايا ميه اهي، هحط عليها كيس ملح. الكيس الملح ده حلو قوي للزيتون. واسمي الله كده واقلبه كده. قلبت الملح وهبدا اللي انا احط كده القمع ده كده في كده. بسم الله. انا حطيت ايه اهو ميه، هبدا احط ايه شويه زيت. احط ايه زيت اهو كده زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا جماعه انا بحطيت شويه زيت ايه وانا بمليها نصها كده، وحطيت حبه زيت، والوقت اهو بكملها اهو. واحط برضو شويه زيت تاني اهو. بصوا يا حبايبي اهو، واكمل الازازه برضو تاني ميه اهي. كده انا مليتها اهي يا جماعه، كده اتخللت خلاص. هجيب التانية واعمل فيها بسم الله. نحط كده اهو يا جماعه شويه زيت اهو زي ما انتم شايفين كده اهي، واكمل الميه بتاعتها. اقفلها اهي كده بسم الله اهو. اهو بصوا زي ما انتم شايفين كده اهي. وكده تخلي الزيتون، هو ده تخليل الزيتون ده كلاماتا ده كده اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله عليه. بصوا يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، حاجه تفتح النفس اهو، وانت عاملاه في بيتك حاجه نظيفه وحلوه. وطعمه والتخليل دون بتاع الكمالاتة دون بتخليه كده، وتيجي زي الزبدة، وطعمه بيبقى جميل جدا، وحاجة نظيفة وحلوة قوي قوي اهو. بيقعد بالظبط كده يعني حوالي ان شاء الله بالظبط كده حوالي شهر وتفتحي عليه. شهر كده يا جماعة وتفتحي عليه وتيجي تاكليه كده تلاقيه زي الزبدة. وممكن قبل الشهر، بس انا بقولك على اساس اللي هو ايه يستوي كده ويبقى طعمه جميل وحلو. طعم بقى مش هقول لكم لما تيجوا تاكلوه، طعمه جدا جميل حلو قوي قوي. انا عملته قبل كده وطعمه بسم الله ما شاء الله، وحاجه في بيتك وانت عاملاها. ما تنسوناش ان شاء الله يا جماعه كده في اللايك باذن الله، والاشتراك في القناه، ده فضل منكم مش امر، عشان يا حبايبي القناه تكبر بيكم وتشوفوا مننا كل احلى جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.